إذا خالفتك لا يعني أنني على خطأ أو أنك على خطأ، اختلاف وجهة نظر فقط، والاحترام والتقدير واجب، والنتيجة والحل واحد. معظم مشاكلنا مع أحبابنا تقع بسببين: مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. والحل بخطوتين: استفسر عن قصده وأحسن الظن به. وقد ذكر الله هذا الحل في سورة الحجرات فقال سبحانه وتعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمعنى والخلاصة من ذلك: إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير. اليوم نصلي مع بعض وغدا نصلي على بعض، وليس في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه ولا أن نكره بعضنا لأجله. فعنوان الدنيا كل من عليها فان، وعنوان الآخرة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فاعمل الخير أخي الحبيب، واصفح وتغافل واستغفر الله كثيرا. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض المصائب قدرت لتقربنا إلى الله أكثر، قدرت لكي نسجد ونستغفر ونرجع إلى الله ونلح عليه بالدعاء، قدرت علينا لتخبرنا أن في القلب خللا لا يملك إصلاحه إلا الله، وهي قدرت لتخبرنا أنه لا أحد يرفع الضر إلا الله، ولتخبرنا عن ضعفنا وضعف المخلوقين. ففي أقداره سبحانه وتعالى حكمة بالغة. من صفات بعض الناس أنه إنسان سهل تتناقش معه، وسهل تطلب منه طلب، وسهل تكلمه، وسهل ترضيه، وسهل تتعامل معه بتلقائية بدون ما يجعلك تحسب حساب كثير من الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه الترمذي. يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أثقل إخواني على قلبي من يتكلف لي وأتكلف له، وأحب إخواني إلى قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وقلت يا حي يا قيوم يا صمد. حملت قلبي إلى محرابه أسفا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ومنك وحدك يرجى العون والمدد. يا صاحب الحول والبلواء قد عظمت، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مدت يدي بالذل مبتغلا، وحسن ظني بمن أرجوه معتقد. هذه يداي أتيت اليوم أرفعها إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، وارحم ضعيفا على الأبواب يجتهد. فإن ظمئت إلى ورد أؤمله، فبحر جودك يروي كل من يرد.